دلوقتي اللعيبة في مشكلة إن إحنا بنواجهها مع الأندية الجماهيرية في اللعيبة المحلية، إن الأندية الجماهيرية بتكون في صعوبة في اختيار اللاعب حتى لو اللاعب ده ممتاز. ليه؟ لأن اللاعب ما بيجي النادي الجماهيري ده بيبقى مش ظاهر أفضل حاجة. ليه؟ لأن بيمر بضغوط جماهيرية كبيرة جدا وهو مش واخد عليها، لأن جاي من نادي شركات مش نادي جماهيري. فهو ده دلوقتي الأزمة اللي جوه الدوري المصري، ان معظم الدوري كله شركات. حاليا نادي زي انديه زي الزمالك، زي الاسماعيلي، زي الاتحاد، زي الانديه الجماهيريه المصري، بتلاقي صعوبه في اختيار اللعيبه المحليه بسبب النقطه دي. حتى تلاقي اللاعب المصري مش واخد دايما على الضغوط الجماهيريه، مش واخد على التنافس زي زمان، اللي هو كان زي الاهلي كان معاه كان بياخد لعيبه من الاسماعيلي، لان كان اللعيبه اللي كان بياخدها من الاسماعيلي واخده على كده، فجم جاهزين على الضغوط الجماهيريه وحتى تألقوا تألق كبير جدا. امثال كتيره جدا 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 كتيره جت من الاسماعيلي للاهلي وكانوا مقدمين مستوى رائع. ده حابب اقوله علشان خاطر نخلص الحكايه. سلام عليكم.